رجل يساعد الناس ويقضي حوائجهم، لكن الناس ترد له هذا الإحسان بالإساءة. فراح لأحد الحكماء وقال له يابا أنا هاي قصتي، ليش الناس يتصرفوا وياي؟ ليش يردوا لي الإحسان اللي أسويه بإساءة؟ قال له اقعد خل أسولف لك. الأمر بالحقيقة بسببين مو سبب واحد. السبب الأول يخص نفس هاي العبادة. شوف يا عزيزي، العبادات بطبيعتها بيها مشقات. يعني مثلا الصلاة مشقتها هو الضبط مال الوقت مالتها، انه انت تكون ملتزم بالاوقات. مثلا الصيام المشقة مالته انه انت محتاج تصبر على الاكل وعلى الشرب. الحج المشقة مالته تكون تسافر وتروح وتنفق اموال. كل عبادة من العبادات بيها مشقة معينة، وعلى هذا الاساس عبادة مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، سواء بالاموال عن طريق الصدقات وغيرها، وسواء عن انه تقضي لهم حوائجهم، هاي هم عبادة. ومشقتها انه بعض الناس يردوا لك هذا الاحسان اللي يسويه باساءة، وطبعا هذا الشيء ما يدوم، ورا فترة ينتهي والامور تصير طبيعية. والامر الثاني يخصك انت نفسك اللي جاي تساعد الناس. شوف، مرات انت تساعد الناس ونيتك لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن بصفة اكو نية صغيرة، انه الناس بلكي يحمدوك، انه الناس ممكن تريد يشكروك، انه الناس يقولون ها والله فلان خوش ادمي. انت نيتك لوجه الله، لكن اكو ياها نية صغيرة. هاي النية الصغيرة اللي عندك هي جاي تخرب الشغل، وهي اللي تخليك دائما تشعر بحسرة، وتخلي عملك اصلا ما حد يعرفه وما ينتشر. على العكس طبعا، لو كانت نيتك خالصة لوجه الله وماكو اي نية وياها، اللي راح يصير انه راح تنشكر وتنحمد، والناس كلها راح تعرف بعمل الخير اللي انت جاي تسويه، رغم انت ممكن تكون ضامه وما حد يدري بيه، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يظهره للخلق. ورب العالمين ذكرها انه صراحه بقصه اهل البيت، لما اجاهم المسكين واليتيم والاسير، وهم ما عندهم بس هذا الفطور مالتهم، ومع ذلك اعطوه اياه وبقوا 3 ايام جوعانين. لكن شوف رب العالمين شلون ينقل لنا عن لسانهم شو يقولون؟ يقولون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهنا أهل البيت جاي يعلمونا درس جدا مهم، أنه العطاء يكون لوجه الله، ولا تنتظر من الناس لا جزاء ولا شكور. إذا طبقت هاي المسألة اللي علمونا بها أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، فأنت راح تنشكر وراح تنعرف، وكل الأمور اللي تريدها تصير. ليش؟ لأن أنت قدمتها لوجه الله خالصة، واللي يقدم شيء لوجه الله خالص رب العالمين ما ينساه، بالعكس يعرف الناس به، لأن صار مظهر عظيم من مظاهر الله سبحانه وتعالى. فاللي نقله أن القرآن الكريم عن موقف أهل البيت عليهم السلام يحل لنا هاي المعضلة، ويعلمنا شلون لازم يكون العطاء. بعبارة مختصرة، لازم يكون العطاء غير مشروط. وهذا الكلام لك مو حتى توقف العطاء، بالعكس العطاء به فوائد عظيمة جدا. الله يرجع لك إياهن ويحميك ويبعد عنك الأقدار السيئة وفد شغلات عجيبة غريبة. لكن أنا جاي أقول لك هذا الكلام حتى تحاول تراجع نفسك وتوطن نفسك أنه عملك يكون خالص لوجه الله تعالى.